لو انت جسمك ما بيتغيرش مع انك ملتزم بالدايت فتره كبيره، ده بيبقى سببه ايه؟ الله اصور لكم شكلي الحالي والتطورات اللي انا وصلت لها. كده فاضل لنا 6 اسابيع بالظبط على البطوله، اللي يقدرش تبقى احسن حاجه، بس يلا بينا. عمال تحفر في الارض تحفر في الارض تحفر في الارض عشان توصل لماسه، وقبل ما هتوصل لها خلاص انت فاضل لك خبطه كمان وتوصل وتجيب الماسه من الارض، تقوم مستسلم يا معلم وماشي. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ بقالي فتره كبيره ما نزلتش فيديو على اليوتيوب، بس بصراحه كنت بشتري كاميرا جديده علشان احسن الكواليتي. ان شاء الله يعني يبقى ظاهر قدامكم دلوقتي ان جوده التصوير بقت احسن. يا رب تعجبكم. المهم هتكلم النهارده عن موضوع مهم، اللي هو لو انت ملتزم بالدايت والتمرين بتاعك وكل حاجه وجسمك برده ما بيجيبش نتيجه، ده بيبقى سببه ايه؟ وهل ليه حل ولا لا؟ هتكلم النهارده عن الموضوع ده. وطبعا زي ما انتم عارفين انا بجهز بطوله عالم، بطوله فينيس كلاسيك ان شاء الله في دبي. هتبقى كمان 6 اسابيع بالظبط، بقى 6 اسابيع. لو لاحظتوا في الفيديوهين اللي فاتوا اللي انا نزلتهم من شهر تقريبا، جسمي كان عامل ازاي وشكلي دلوقتي بدأ يتحسن كتير وبدأ يبقى فيه تغير. كده كده ان شاء الله في نص اليوم كده هوري لكم النتيجة والتطورات اللي حصلت. بس المهم خلينا نتكلم في الموضوع ده النهارده، لان ده يفيد ناس كتير وناس كتيرة بتسألني عن الموضوع ده. لو انت جسمك ما بيتغيرش مع انك ملتزم بالدايت فترة كبيرة، ده بيبقى سببه ايه؟ في معظم الحالات بيبقى السبب بنسبة كبيرة جدا هو حاجة اسمها ووش افكت. بمعنى ايه؟ انت بتبقى ملتزم بدايت وملتزم بتمرين فتره كبيره وجسمك برضو ما بيجيبش نتيجه. طيب هل ده معناه ان انت ما بتحرقش فات او ما بتتغيرش؟ لا، انت بالفعل جسمك بيحرق فات طول ما انت عامل عجز في السعرات وملتزم وبتتمرن وبتعمل الكارديو بتاعك. اكيد بتحرق فات وجسمك بيتغير، بس مش ظاهر عليك. طيب ايه الموضوع؟ انت ما بيبقاش ظاهر عليك لان في معظم الحالات، طبعا ده السبب الاساسي واللي انا بشوفه مع الناس كلها، خصوصا في الاول لما انت لسه تبقى ملتزم في الدايت والتمرين لمده 3 او 4 اسابيع كده. جسمك بيعندك، جسمك ذكي جدا، جسمك اصلا مش عايز يخسر دهون. بالنسبه له الدهون دي الملاذ الامن، اللي هو لما يحصل اي حاجه هيطلع الدهون دي كطاقه، فهو مش عايز يخسرها اصلا. فايه اللي بيحصل بالظبط؟ انت لما في الفتره دي بتبدا تخسر دهون، جسمك على طول بيقوم مخزن مكانها ميه في نفس الخليه في نفس المكان. ليه بيعمل كده؟ علشان يبدا لو انت بوظت تاني في الدايت وعكيت، جسمك على طول هيحبس دهون تاني وهيخزن دهون تاني في نفس المكان في نفس الخليه، لان هو اصلا سايب مكانها محفوظ علشان املا ان انت تبوظ تاني. طيب كده ده بنسبه كبيره هو اللي بيحصل، هي الوش افكت. طب الموضوع ده بيبقى قد ايه؟ يعني الموضوع ده ملوش حل؟ لا طبعا ليه حل، والحل بتاعه الاستمراريه. هو عامل زي ايه بالظبط؟ ان انت مثلا واحد عمال تحفر في الارض تحفر في الارض تحفر في الارض عشان توصل لماسه، وقبل ما هتوصل لها خلاص انت فاضل لك خبطه كمان وتوصل وتجيب الماسه من الارض، تقوم مستسلم يا معلم وماشي. هو ده بالظبط اللي جسمك عايزك تعمله. هو عايزك انت اللي تستسلم، يعني تكمل 3 اسابيع انت مش شايف نتيجه لان جسمك بيخزن ميه مكان الدهون اللي انت بتحرقها، فشكلك العام زي ما هو ما اتغيرش. فعايزك تستسلم، تقوم انت ايه بعد 3 او 4 اسابيع تقوم رايح على طول مبوظ، فاتح الدايت بتاعك مخرب، واكل ماك واكل بيتزا، بوظت الدنيا تاني. على طول جسمك يقوم مخزن دهون بسرعه لان كده كده مكانها محفوظ. فالحل هنا الاستمراريه، ان انت تفضل مكمل على الدايت بتاعك وما تملش. الثلاث او 4 اسابيع دول تكمل فيهم لحد الاخر. الموضوع ده بيختلف من شخص للتاني. في بعض الاشخاص بيبقى بالنسبه لهم الوش افكت ده بيبقى 3 اسابيع، في بعض الاشخاص اسبوعين، في بعض الاشخاص 4 اسابيع، بس هي عموما ما بتطولش عن 5 اسابيع. فكل المطلوب منك ان انت في الاول في الدايت بتاعك لما تبقى لسه ملتزم بالدايت والتمرين في الاول، انك تبقى ملتزم ومستمر وما تملش وما تستسلمش. جسمك هو اللي هيستسلم وهيبدا بالفعل فجاه بدون لا تشعر كده. هتلاقي في يوم بعد ما انت جسمك ما بيتغيرش وثابت، فجاه تلاقي جسمك على طول بدا يتغير بسرعه جدا، وانت هتبقى ملاحظ كده. اول ما توصل للبوينت دي اللي هو جسمك خلاص بدا يستسلم وبدا يجيب معاك نتيجه وبسرعه، هنا تبقى ممكن تبقى فليكسبل شويه. ممكن هنا بقى تعمل ريفيد داي، تعلي الاكل بتاعك شويه، تاكل في يوم يعني تبوظ شويه كده عادي، لان خلاص جسمك بدا يحرق وبدا يستجيب معاك. فالموضوع كله ان انت تتغلب على النقطه دي بس. طيب
كده بنسبه كبيره زي ما قلت لكم السبب الرئيسي هو بيبقى الوش افكت. انت بتبقى ملتزم على دايت وبتبقى ملتزم على تمرين فتره طويله وما بتلاقيش نتيجه. في معظم الحالات اللي بشوفها قدامي بيبقى هو ده السبب، الوش افكت. جسمك بيعندك في الاول. طب هل ده بيبقى ممكن لو جسمي برده ما بيتغيرش ده بيبقى ليه اسباب تانية غير الوش افكت؟ بس حالات نادره جدا. يعني لو انت مثلا عندك كسور في الغده الدرقيه، اه جسمك بيبقى حرقه بطيء شويه وكده، تمام. لو عندك كسور في الغده الدرقيه، بس دي حالات نادره جدا. وحاجه تانية برضو، لو انت مستخدم سترويدز منشطات وبتحضر البطوله وكده، ممكن لو انت ما بتاخدش اروماتيز انهبيتور اللي هو مضادات ارمطه بشكل مظبوط، جسمك يبدا يحبس ميه معاك وما تلاقيش برضو النتيجه اللي انت عايزها. فده سبب تاني. المهم يا شباب، هو ده بس موضوع كده صغير كنت حابب اكلمكم عليه، لان كان في شباب كتير بيتكلموا بتقول لي انا ملتزم بدايت فتره كبيره وملتزم بالتمرين وجسمي برده ما بيتغيرش. هي بس القصه كلها ان انت بتيجي في نص الطريق او قبل ما توصل لنهايه الطريق بخطوه تقوم على طول مستسلم ومبوظ الدنيا، وجسمك هو عايز كده اصلا. فيا رب اكون وصلت لكم المعلومه. المهم، احنا طبعا هنكمل رحلتنا سوا. انتوا عارفين ان انا بجهز لبطوله، فدعواتكم ان شاء الله. انا زي ما انا لسه في الشغل دلوقتي اهو. فانا في الشغل النهارده هاخدكم معايا برضو في يومي. انا بس حبيت اتكلم عن الموضوع ده سريعا وان شاء الله اكون فدتكم. النهارده كده ورايا تمرينة رجل صغيره على السريع، مش هصورها لكم. انا في التمرين الرجل اصلا ضعيف جدا يعني، وعندي اصابه فاكس. فالنهارده في نص اليوم كده هحاول اخطف لكم كده جزء صغير ان شاء الله، اصور لكم شكلي الحالي والتطورات اللي انا وصلت لها. كده فاضل لنا 6 اسابيع بالظبط على البطوله. عايزكم برضه تكتبوا لي في الكومنتس تحت لو انتوا عايزين اتكلم في اي موضوع هتكلم عليه، وعد يعني مني ان شاء الله. ويا رب تكون جوده التصوير واضحه قدامكم ان هي بقت احسن. بس خلينا بقى كده نكمل اليوم. النهارده الفيديو هيبقى صغير، اخلص تمرينة الرجل بتاعتي، اصور لكم جزء كده صغير للشيب الحالي، وان شاء الله تتابعوا الرحله معايا اول باول لحد ما نوصل ليوم البطوله ان شاء الله ونكسب الذهب والمركز الاول. يلا اشوفكم بقى ايه وانا بوريكم الابديت بتاع جسمي بعد ما اخلص تمرين. زي ما قلت لكم اسرع كده شويه وقت اوريكم التطورات الحاليه. حبيت اصورها لكم اول دور. الاضاءه مش تبقى احسن حاجه، بس يلا بينا نشوف الدنيا. مش عارف الشكل عامل ازاي، بس اكيد باين التطورات. شوفوا الفيديوهين اللي فاتوا اللي انا نزلتهم، هتشوفوا شكل الحالي والشكل اللي فات، قارنوهم سوا هتلاقوا فرق رهيب يعني ان شاء الله. بس يا شباب، عايزكم بقى زي ما قلت لكم تكتبوا لي في الكومنتس الحاجات اللي انتوا عايزين نتكلم عليها. باقي 6 اسابيع على البطوله. الفتره الجايه دي جسمي هيبدا يتغير بطريقه سريعه جدا جدا جدا، اسرع من الفتره اللي فاتت كمان. ولو لاحظتوا هتلاقوني الفرق ما بين اول فيديو وتاني فيديو مش قوي قوي، بس دلوقتي الفرق بدأ يظهر ويبان بشكل اوضح واسرع. ودي النقطه اللي بقول لكم عليها، الاستمراريه وانك تكمل على اللي انت بتعمله وما تيأسش، هو ده اللي هيوصلك والله، هو ده اللي هيخليك توصل للشكل اللي انت عايزه. بس يا شباب 6 اسابيع على البطوله and we are out.